زي ما في طبخة الحلة الواحدة في كمان طبخة البايركس الواحد. هتعملوا كوسة باللحمة والرز بتاعها، كل ده في بايركس واحد ومن غير تفاصيل كتير. قطعوا كوسة بالورب بالطريقة دي وسيبوها على جنب، وهاتولي بايركس، ودايما البايركس الأصلي بنلاقي اللوجو محطوط من تحت. خدوا البايركس بتاعكم دهنوه بشوية من الزبدة، وبعد كده رشوه بكوبايتين ونص من الرز. وانا بستخدم الأكواب المعيارية بتاعت بايركس، بتسهل عليا الدنيا في المطبخ. وبايركس زي ما عاملين حاجات ازاز عاملين حاجات جرانيت. فالطاسه الجرانيت دي منهم بشوح فيها شويه بصل في الزبده، بحط له اللحمه المفرومه، بحط كمان فلفل اسود وبابريكا، شويه من الكمون والكزبره، وبحط مكعب مرق، وبقلب كل الحاجات دي مع بعض، وبعدين املح. باخد اللحمه بعد ما بتتعصج واحطها فوق طبقه الرز اللي في البايركس، وبعدين في نفس الطاسه اللي عملت فيها اللحمه هحط شويه من زيت الزيتون، هبشر فصين من الثوم كده، وبعدين هشوح الكوسه الشرايح دي مع الحاجات دي عشان تاخد الطعم الحلو. هحط لها رشه ملح وفلفل وبس كده. هاخدها بقى على الكوسه واحطها على الوش من فوق، وهعاير المرق بتاعي حسب كميه الرز اللي انا حطاه. انا حطيت 3 كوبايات رز، هحط عليهم 3 كوبايات من المرق السخن. بعد كده هغطي البايركس بتاعي بالفويل وادخله الفرن لمده 35 دقيقه. بعد ما الرز بيتشرب بحط موزاريلا على الوش واحطها تحت الشوايه. الكوسه بتتحمر والنتيجه مش طبيعيه، وبس والله.